هاي، أنا غرام، ودي حلقتنا التالتة عن سلسلة حلقات وعي اللي هنتكلم فيها عن أسباب المشكلات النفسية. وده لأن أغلبنا بيعاني من مشكلة نفسية لكن ما يعرفش سببها أو بدأت معاه من إمتى، لأن المشكلات النفسية أسبابها كتير ومتداخلة. ممكن تكون بسبب الوراثة، فهي زي الأمراض الجسدية بالظبط بتنتقل عبر الجينات، أو بسبب التنشئة الغير سليمة، التربية القايمة على النقد والإهمال، أو البيئة المحيطة بالفرد لو دايما مليئة بالتوتر والإساءة، فده هيأثر على صحته النفسية. أو بسبب الضغوط والتحديات اليومية زي فقدان شخص عزيز، أو في حالات الطلاق، أو فقدان وظيفة، أو كمان المشاكل المالية. كل ده بيؤدي لاضطرابات نفسية. كمان الاختلالات الكيميائية في الدماغ ونقص بعض المواد الكيميائية زي الدوبامين اللي بيأثر على السلوك والمزاج. وبعض الأنماط النفسية زي النظرة السلبية للذات وانخفاض تقدير الذات. وبعض القيم المجتمعية الضغطة زي ارتفاع معايير الجمال، وده بيأثر أكتر عند النساء. والعزلة والوحدة الاجتماعية وعدم وجود شبكة دعم عاطفي، كل ده بيؤدي ساعات للاكتئاب. في النهاية لازم نتعلم نكون أشخاص داعمين نفسيا لكل اللي حوالينا عشان نبني مجتمع داعم للصحة النفسية. خليك فاكر إن وعي النهاردة أمان لبكرة.